جماعة دلوقتي أنا قررت إن أنا آخد محمد أخويا في حضني وأحاول أصلح كل اللي حصل قدامكم، وأنا مسامحه على أي حاجة هو كان عاملها فيا، أي عودوا حاجة نفسكم كبيرة دايما أو انكم صغيرة ما أنا ترضوش مسامحه. بالغلط، وأنا دلوقتي مسافر رايح ودايما الإمارات خليكوا واقفين مع كلمة علشان الحق والشيء اللي أعتذر يرضي له، ربنا. وفي نفس الوقت برضه دايما أطلب منه لما إنه يسامحني. نكون صوت فبتمنى إن هو واحد يشوف ايد الستوري دي. واحدة بنقدر نغير، وبنغير للأحسن والأفضل كمان. المهم ان احنا نتحد على رأي واحد، ويكون رأي سليم يرضي ربنا. شوفوا، كان في انتقادات كتير على تصرفات حمدي واللي بيحصل. الناس برضو ما كانتش ساكتة، يعني في ناس كانت متفاعلة مع الموضوع ومش عاجبها الوضع، وكانت بتعترض، وكان ليها دور مهم جدا في انه برضو يراجع نفسه، والوضع اللي احنا يعني اعترضنا عليه يتغير للأفضل وللأحسن. بصرف النظر بقى الله أعلم ترند غير ترند، المهم ان احنا ما نشوفش الفضايح دي تاني، ولا قلة القيمة دي تاني، ولا الحاجات السلبية اللي بتتصدر لنا دي تاني. شابوه.